ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات بتاعت الفيديو اللي فات كانت صحيحة. لما قلت لكم ان نعمة هتقول لياسين اعمل نفسك ان انت معجب بسارة، وفعلا راح قعد في الكافيه اللي هي بتقعد فيه ودفع لها الحساب. ولما جت قالت له انت دفع لي الحساب ليه، قال لها انا دافع للكافيه كله علشان يبرر نفسه. زي ما قلتلكوا نعمة قالت له اعمل نفسك ان انت معجب بيها، وسارة هنا بقت مش طايقة صلاح، بقت بتفكر في الفلوس، بتفكر في ياسين، وبتفكر ان هي تتطلق منه من صلاح. لكن ياسين ما بحبهاش، ياسين بحب نعمة، وعشان كده هو سمع كلام نعمة وراح ان هو يرسم عليها ان هو بيحبها ومغرم بيها علشان خاطر تتطلق من صلاح. وبعد طبعا صلاح في النهاية هيخش السجن، نعمة هتدخله السجن وهتدخل سارة كمان السجن، وهتاخد الفلوس من المحامي وهتولع له فيها، مش هتخليه يتهنى بيها خالص. طبعا ده كان اتفاق بينها وبين المحامي. وكمان نعمة ابتدت تعجب بياسين وابتدت تحبه وهتتجوزوا، وهتكون نهاية سعيدة جدا ما بين ياسين ونعمة. هتتجوزوا في النهاية. ده على فكرة دي الحلقة الأخيرة يا جماعة، بس ياريت تعملولي لايك واشتراك في القناة عشان نكمل بقية الفيديو. ربنا يوفقكم. لما توديه السجن هتقوله آخر وش هتشوفه وشي أنا، وبعد وشي أنا عشماوي. قال لها أنا هطلع وهجيب أكبر محامين في البلد وهطلع. قالت له الظاهر انت مش عارف قيمتي ولا عارف ان انا اكبر محامية في مصر. قال لها انا هطلع لك وهوريكي وهعرفك يا نعمة. طبعا نعمة خلاص بقى شريته من دماغها، وكمان ابو نعمة هيكون مطمن عليها لان هو بحب ياسين، وهيكون مبسوط جدا ليها لان ياسين راجل جدع وكويس. أما بالنسبة لسارة كانت بتجري ورا الفلوس وهي عايزة تتجوز ياسين، لكن ياسين بحب نعمة وهي ما عادتش طايقة صلاح. وكمان بعد اللي هو هيسمعه ان هي بتحب فلوسه وعايزة تاخد فلوسه، يعني هيعرف ان هي ما بتحبوش. ده صلاح. وعايزة اقول لكم بقى باي باي ومع السلامة. مش تنسوني بقى في اللايك والاشتراك. ده الحلقة الأخيرة توقعاتي. باي باي.